إلى نيويورك، حيث عقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون اجتماعا مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في مقر الأمم المتحدة. الطرفان بحثا سبل تحسين الحماية للمدنيين في اليمن بعد تقرير للأمم المتحدة أدرج لفترة وجيزة التحالف بقيادة السعودية على قائمة سوداء بسبب قتل أطفال. وكانت السعودية قد نفت تهديدها للأمم المتحدة بالتوقف عن تمويل برامجها الإغاثية، رغم أن بان كيمون انتقد الرياض بسبب ممارستها ما وصفه بضغط غير مقبول. فهل انتهت الأزمة بين المنظمة الدولية والرياض؟ بعد نحو عام ونصف على انطلاق عاصفة الحزم ثم إعادة الأمل في اليمن، وذلك من خلال العمليات العسكرية التي تقودها السعودية ضد الحوثيين هناك، تعرضت الرياض في بداية الشهر الجاري لعاصفة من نوع آخر كان سببها أطفال اليمن، وذلك بعد أن اتهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون الرياض بانتهاك حقوق الأطفال هناك ووضعها على اللائحة السوداء. وبعد أن هدأت هذه العاصفة إثر إزالة السعودية من على القائمة السوداء، بعدما قال بان كيمون بأن ضغوطا تعرض لها ووصفها بغير المناسبة، ها هما الطرفان الرئيسيان بان كيمون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وجها لوجه لأول مرة. محمد بن سلمان زار الأمين العام في مكتبه في نيويورك وبحثا سبل حماية المدنيين في اليمن. وبالرغم من أن ولي العهد السعودي الذي وصل إلى الاجتماع متأخرا 45 دقيقة أكد أنه تجاوز أزمة القائمة السوداء، إلا أنه اكتفى بالابتسامة على حديث بان كيمون عندما أخبره أنه ما زال يؤيد تقرير مؤسسته بشأن الأطفال في اليمن والصراعات المسلحة. يذكر أن تقرير الأمم المتحدة قال إن التحالف الذي بدأ حملته الجوية لهزيمة جماعة الحوثيين مسؤول عن مقتل أكثر من 500 طفل وإصابة أكثر من 660. معنا من جدة الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور خالد بطرفي، وعبر سكايب من نيويورك الدكتور عبد الحميد صيام الكاتب السياسي المختص في شؤون المنظمة الدولية. أهلا بكم. أبدأ معك دكتور عبد الحميد صيام، هذا اللقاء هل وضع حدا لما عرف بأزمة التقرير؟ يعني الحل الذي توصل إليه الأمين العام مع السعودية هو إعطائهم فرصة أخرى لتقديم معلومات إضافية، بحيث عندما يتناول مجلس الأمن هذا التقرير في شهر آب أغسطس القادم تكون لدى الأمم المتحدة معلومات إضافية وحقائق ووثائق، بحيث يكون الحذف الذي تم مستمر ودائم. أما إذا لم تقدم السعودية والحلفاء معلومات إضافية فربما يعود اسم التحالف معلومات إضافية من أي طبيعة؟ يعني من أي نوع؟ يعني ما قالته السعودية إن التقرير غير منصف وغير دقيق وينقصه الاتصال وتوثيق المعلومات من الطرف الأساسي، واتهموا التقرير بأنه يعتمد على معلومات قدمها الطرف الآخر أي الحوثيون. وبالتالي أعطيت السعودية والحلفاء فرصة أخرى، وسيأتي وفد سعودي لمقابلة الأمين العام ومكتبه وأعضاء المكتب المتخصص في موضوع الأطفال والصراعات المسلحة بقيادة السيدة ليلى زروقي للاستماع إلى ما يقدمه الوفد القادم من السعودية في الأيام والأسابيع القادمة. ما طبيعة الأدلة أو المعلومات دكتور بطرفي التي يمكن أن يقدمها الوفد السعودي التي قد تقنع هذا الوفد بأن ما تم إدراجه في التقرير من أن التحالف بقيادة السعودية يقتل أطفال اليمن؟ طالما أن السعودية ليست لها يعني فرق تحقيق على الأرض في المناطق المعنية، فلا يمكن أن تقوم بهذه المهمة، ولكن يمكن أن تبين كيف أنها تلتزم بأعلى المعايير الدولية والعسكرية في استهداف الأهداف العسكرية، وتريهم الآلية الدقيقة وتتعامل معهم بشفافية في هذه المسألة، كيف يحصلوا على المعلومات، كيف تحصلوا على البيانات. هناك أيضا صور جوية، صور فضائية، صور من الطائرات تبين أن السعودية ودول التحالف تلتزم أدق وأعلى المعايير في هذا الشأن. أيضا
وأيضا يمكن أن تبين لهم في المقابل في الأراضي المحررة ما الذي فعل الحوثيون في تدمير هذه الأراضي، كيف زجوا بعشرات الآلاف من الأطفال كمقاتلين وتم القبض على بعضهم وأعيدوا وسلموا بإشراف الأمم المتحدة. تستطيع أن تريهم كيف حاولوا تقديم المعونات الإنسانية في الأماكن المحتلة والأماكن التي تتعرض للاستهداف من الحوثيين كتعز، وكيف وقف الحوثيين دون ذلك. هذا ما يمكن أن تقدمه. لكن السؤال الذي طرحته بس هل ستقدم، بس لحظة دكتور بطرفي لو سمحت لي، المصادر؟ لو سمحت لي دكتور بطرفي، تفضل. هل ستقدم المملكة دليلا دامغا على أنها لم تقتل أطفال اليمن؟ يعني بمعنى أنه هل ستتمكن من دحض المعلومات التي أدرجها التقرير؟ سيدتي، إنما على المدعي البينة. لا يمكن أن تقبض على إنسان وتطلب منه أن يثبت أنه لم يرتكب جريمة، ولكن تأخذ بمن ادعى عليه وتطالبه بهذه البيانات. فيعني أنت المتهم بريء حتى تثبت إدانته وليس العكس. فالمطلوب الآن من الأمم المتحدة أن تثبت أنها إدانتها هذه من أين جاءت بهذه البيانات وما هي مصادرها. ندقق في هذه المصادر في أي محكمة. عندما يرفع عليك خصمك قضية ويرفق بها أدلة، يعطي القاضي الحق لمحامي الدفاع أن يطلع على هذه الأدلة. في هذه الحالة رفضت الأمم المتحدة. هنا دكتور صيام، هذه ثغرة ربما كانت في التقرير، فكرة يعني قوة الأدلة المقدمة ضد المملكة ومدى إمكانية دحضها. هذا الأمر كيف سيتم التعاطي معه؟ يعني دعني أوضح نقطة قد تكون خفية على بعض المشاهدين. هناك تقرير وهناك قائمة. التقرير هو أشبه بالادعاء، أي ما يقدمه محامي الدفاع أو المدعي العام ضد المتهم، وهو هذا موجود ولم يزعج السعودية كثيرا هذا ما جاء في التقرير. الشيء المزعج هو ما جاء في القائمة. القائمة تشبه الحكم، نطق بالحكم بالإدانة، وهي خطوة قد تسبق تحويل هذا المرتكب إلى المحكمة الجنائية الدولية. هنا خلافات. يعني إسرائيل في هذا التقرير هناك فقرات طويلة تتحدث عن انتهاك حقوق الأطفال في الأراضي المحتلة، لكنها لم توضع على القائمة. في السنة الماضية كان هناك تقرير تفصيلي عن ما ارتكبته إسرائيل خاصة في حرب غزة، ثم وضعت على القائمة وحذفت نتيجة الضغوط. وعندما قبل الأمين العام في السنة الماضية أن ينصاع للضغوط التي مارستها الولايات المتحدة، إذن فتح الباب أمام أي دولة أخرى أن تضع ضغوطا شبيهة وتحذف الاسم من القائمة حتى يزاح الاسم من القائمة. طيب ما دام يعني الضغوط تنفع في هذه الحالة وهناك سوابق، لماذا الاحتفاظ بهذه القائمة وفي كل مرة تظهر الأمم المتحدة يعني وكأنها يعني تنصاع لضغوط وأوامر ولضغوطات سياسية؟ للأسف أن هذا الأمين العام فعلا يخضع للضغوط، وليست المرة الأولى. خضع للضغوط مؤخرا أمام إسرائيل لتعرض معرضا للصور والملصقات في داخل الأمم المتحدة تتحدث هذه الملصقات عن القدس عاصمة أبدية للشعب اليهودي، وقد حذفت هذه الملصقات وأعيدت مرة أخرى نتيجة الضغوط. هذا الذي ننتقده في الأمين العام. إذا كان هناك تقرير، وهذا التقرير فيه قائمة تسمى القائمة السوداء أو في الأمم المتحدة تسمى قائمة العار، وتوصلت هذه القائمة ووضعت أسماء معينة، يجب أن لا يخضع لأي ما هو يمكن كمان يعني أيضا السعودية تستطيع أن تقول في هذه الحالة أنه خضع لضغوط مضادة، يعني لضغوط من أطراف أخرى. أخصام السعودية يريدون للمملكة أن تكون على هذه القائمة. لا أعتقد ذلك، لأن التقرير هناك مكتب خاص تقريبا شبه مستقل تماما، وهو مكتب اسمه مكتب الأطفال والصراعات المسلحة. تقوده السيدة ليلى زروقي، وهي معروفة بالنزاهة وبالدقة وبجمع المعلومات من مصادرها، ولا تضع حرفا واحدا دون أن تتأكد منه، والوثائق موجودة. لكن القائمة هنا التلاعب في القائمة وليس في التقرير. لم يحذف كلمة. هناك 10 فقرات حول اليمن
10 فقرة من 63 إلى 73 أي. كلها عن اليمن، لم يحذف منها حرف تمام. واحد. هنا دكتور خالد بطر الحذف في كان من الصور القائمة. هناك يعني صور كثيرة تأتي من اليمن، صور لقصف بالصوت والصورة. يستطيع أي خبير عسكري أن يتبين أنه هذا القصف حدث نتيجة قصف طائرة أو قصف مدفعية أو صاروخ أو يعني أي نوع من القصف الآخر. وهناك صور أيضا لأطفال، ومنظمات حقوق الإنسان أيضا وثقت قصف مدارس ومستشفيات من قبل التحالف الدولي. هذا كله كيف ستتمكن المملكة من دحضه؟ يعني صحيح المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، ولكن عندما يوجه إليك تهمة عليك أن تثبت أنك بريء منها، وعندما يكون هناك دلائل بالصوت والصورة كيف تدحضها؟ بس سؤالي للدكتور بطرفي لو سمحت لي دكتور صيام. تفضل. أستاذتي الكريمة، المفروض أن ما يسمى بالوثائق والأدلة والاتهامات تعرض على المتهم قبل أن يصدر الحكم. أما أن يصدر الحكم والمتهم موجود ليس هاربا حتى تصدر حكم غيابي. يعني الدول الخليجية موجودة ومتواجدة في الأمم المتحدة، كان يفترض كما يحدث عادة يعني هذا هو البروسيجرز أن تعرض عليهم هذه الأدلة والوثائق ويطالبوا بنقضها. ربما يقول أن هذا الفيلم مفبرك، ربما أن هذا فوتوشوب، ربما أن هذه صور قديمة، ربما ما أعرف، لكن تعرض عليهم. أما أن تؤخذ بأنها مسلمة ويصدر الحكم غيابي فهذا هو الاعتراض. بس هذه الفرصة لم تتاح في أماكن أخرى. يعني عندما أدين خصوم أو أعداء السعودية مثلا النظام السوري على سبيل المثال لم يطالبوا بالتحقق، لم يطالبوا بإعطائه الفرصة للرد. يعني هنا يعني ننظر إلى الأمور بعين شاملة لنرى كل الأطراف كيف يتم النظر إليهم، بماذا يتم اتهامهم، وكيف يعامل كل طرف. لحظة، عندما اتهمت الولايات المتحدة بقصف مدارس ومناطق آهلة بالسكان في أفغانستان عرضت على الولايات المتحدة وضغطت الولايات المتحدة لأن لا تستطيع أن تنفي الحادثة، ولكن ضغطت لكي لا يوضع اسمها وأن يقول قوة أجنبية أو قوة دولية قامت بهذا القصف. بالنسبة لإسرائيل أيضا عرضت عليها وأعطيت الفرصة الكافية لإسرائيل لأن ترد، ولما لم تستطع أن تنقض أي شيء لأن معلومات موثقة استخدمت طبعا الولايات المتحدة في الضغط. لماذا لم يعرض هذا على دول الخليج؟ يعني الأستاذ الكريم يقول أن يعطى فرصة أخرى، لم تعطى فرصة أولى أصلا لكي تعطى فرصة أخرى. بس اليوم بعد اللقاء بين الأمير محمد بن سلمان وبان كيمون، هل باعتقادك دكتور بطرفي أنه يعني المسألة في طريقها إلى الحل ما دام حصل اللقاء بهذه الطريقة؟ معنى ذلك أن يعني خلص الأمم المتحدة ربما أقرت بأنه هناك نفوذ سياسي ما هي غير قادرة على تحديه. ربما النفوذ السياسي القوي والحقيقي من الدول الخمس وعلى رأسها الولايات المتحدة. يعني بطرس غالي قال أني أنا أشعر أحيانا بأني موظف في البيت الأبيض، سكرتير في البيت الأبيض وليس الأمم المتحدة، من كثرة الاستدعاءات ومن كثرة التوجيهات التي تأتي من البيت الأبيض. هذه حقيقة. السعودية وغيرها لا تملك هذه الضغوط. وأنا أعتقد أن دول كبرى كانت وراء هذا التقرير المتحيز، والآن أعتقد المسألة في طريقها إلى الحل، لأنه المطلوب الآن أن بس تبرز الدول الكبرى هذه تساعد السعودية في حربها في اليمن. يعني الولايات المتحدة تقريبا تقدم خدمات لوجستية كثيرة لقوات التحالف في اليمن. يعني لماذا قد تريد أن تتهم السعودية مع احترامي الشديد يا أستاذة، مع احترامي السيد أستاذة، هذا غير صحيح. هي تبيع هذه الخدمات وتبيعها شركات وتستفيد منها، ولكن لم تقدم خدمات الصديق للصديق أو الحليف للحليف. هي تقدم خدماتها كتاجر وكبائع فقط. عموما أنا أقول أنه المسألة الآن في طريقها إلى الحل إذا فعلا الأمم المتحدة قدمت ما لديها من الوثائق حتى يمكن الرد عليها. كيف أرد على اتهام لا تعطيني أدلته ولا تريني إياه بعذر السرية؟ طيب هنا لنختم دكتور صيام، تقول أن السيدة ليلى زروقي وهي المسؤولة عن إعداد هذا التقرير، وهي حتى قالت أنه رغم كل الضغوط التي حصلت هي ما تزال يعني متأكدة من صحة هذا التقرير وما تزال تساند كل كلمة كتبت فيه. ما قدرتها على تحدي هذه الضغوط السياسية، ولماذا يعني لم
لم يكن هناك تصرف مماثل في حالات أخرى كما قلت في حالة إسرائيل مثلا؟ نعم. عندما تضع السيدة ليلى زروكي التقرير في شكله النهائي، وكما نعرف وأنا متأكد أن كثير من المعلومات التي تعني دولا بعينها يتم مراجعة هذه الدول قبل صدور التقرير، وأنا أؤكد ذلك. قد سألنا السيد ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي مرارا وتكرارا حول ما إذا كان اتصل مكتب زروكي بالتحالف وبالسعودية بالتحديد، وأكد ذلك مرارا. هذا ما قاله. بمن اتصل؟ أن أكذب أو أصدق. يعني اتصل بوزارة الدفاع بإدارة التحالف نعم. بمن اتصل؟ هناك فرصة. عندما تضع السيد زروك التقرير تضعه بين يدي الأمين العام، وهو المسؤول الأخير عن التقرير وما يصدر عنه، وخاصة القائمة هي كما قلت هي الفيردكت، هي الحكم، هي التي لم يكن هناك اعتراض. هناك فقرات كثيرة تتحدث عن ممارسات الحوثيين وتجنيد الأطفال وهدم المستشفيات والمدارس إلى آخره. المشكلة القائمة. الآن القائمة هي الأزمة بين السعودية والتحالف من جهة وبين الأمم المتحدة. هناك فرصة، والأمين العام بس ما أيضا السعودية تقول لك، يعني كما ذكر دكتور بطارفي منذ قليل، لماذا تنجو الولايات المتحدة بفعالاتها في العراق وأفغانستان؟ ألم تقتل أطفال؟ ألم تقتل أبرياء؟ ألم تقتل مدنيين في حربيها في هاتين المنطقتين؟ ألم تقتل أيضا إسرائيل أطفال فلسطينيين بحسب كلام الأمم المتحدة ونجت بفعالتها؟ يعني لماذا عندما يصل الأمر إلى السعودية، لا أدافع يعني هنا، لا أقول على السعودية أن تنجو بفعالاتها، ولكن أيضا هناك كيل بمكيالين داخل الأمم المتحدة. 100%. أنا هذا ما أقوله وأؤكد عليه، أن الأمين العام فتح الباب على مصراعي عندما قبل بالضغوط. لماذا تعفى إسرائيل من جرائمها في غزة وجرائمها المستمرة الآن؟ والتقرير يتحدث عن جرائم إسرائيل المتواصلة في الأراضي المحتلة الآن، ثم لا توضع على القائمة. وفي السنة الماضية عندما وضعت حذفت، ففتح المجال. لماذا لا تمارس السعودية ضغوطا أيضا ودول أخرى أيضا؟ لأن هذا العام فعلا فتح المجال لمثل هذه الضغوطات أن تنجح. شكرا لك دكتور عبد الحميد الصيام، كاتب سياسي المختص بشؤون منظمة دولية من نيويورك، ومن جدة الكاتب الأكاديمي والباحث السياسي دكتور خالد بطارفي. أشكرك. رفعت الكويت قضية في إحدى المحاكم السويسرية ضد اللجنة الأولمبية الدولية مطالبة بمليار دولار تعويضا عن الأضرار التي تقول إنها لحقت بها نتيجة تجميد اللجنة الأولمبية الكويتية. وكانت اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي